مالك يا نعيم؟ انت بتعيطي؟ انت فاكره ان منى هتفضل بعيده عنك؟ مش هيحصل ان شاء الله. اللي ربيتيه فيهم هيفضل موجود، شويه قمص وزعل وترجع لك تاني يا حبيبتي. جوازة كرم يا اختي. ما هو انت كمان غلطانه يا نعيمه، والغلط راكبك من ساسك لراسك. جدع كان واقف معانا وكان راجلنا لما ما كانش لينا راجل. بنت رايتاه وهو رايتها، وبعدين هم عيال خلاص كبروا وبقى يفهموا اكتر مني ومنك. يا اختي تتجوزوا من ورايا. ما هم لما خبطوا على الباب قفلتيه. ده انتقام ربنا مني. وربنا ينتقم منك ليه؟ ده انت بتزكي وبتصومي وبتصلي ومادة ايدك للغلابة على طول. تقوليش كده؟ فلوس حرام. استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي حصل اللي حصل. هي فزورة ولا فزورة دي؟ اقسم بالله زي ما بقول لك كده يا حاج، الولايه قالت مفيش مشروع والناس هين عليهم يروحوا يولعوا فيها وفي البيت. يبقى انت هتفشت ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ لا انا ما اعرفش تفاصيل، انا بجيب الملخص بس. ربت الديب في بيتها وفي الاخر خد بنتها وجري. اشربي يا نعيمه اشربي. والله يا حاج هو ده اللي بيتقال، بس ممكن يوم ولا يومين ويكملوا المشروع، مين عارف. لو اللي في دماغي حصل يبقى الولايه دي عمرها ما هتفتح المشروع ده. وايه اللي في دماغك يا حاج؟ اصل الولايه دي عندها حته ضمير صاحي، واكيد هي فاكره دلوقتي اللي حصل لها ده عقاب من عند ربنا، والمطعم ده اكيد معمول بفلوس حرام. والله يا حاج انا هفضل عايز في المنطقه، ولو في اي جديد هاجي ابلغك بيه على طول. مشي الحيوان ده من هنا حالا يا حاج. يرضيك كده يا حاج؟ يعني صح الكلام ده؟ يلا الغرفه ده من هنا يلا. ده هي ايه ونحن ايه بس؟ مش عايز الحركه اللي عملتها دي تحصل تاني، فاهمه؟ لا دي شكلها تحصل كتير قوي يا حاج. انا مش جايه هنا عشان اغير جو ولا صيف ولا عشان البيت هنا احسن. انا جايه هنا عشان احميك من نفسك. تقوم تجيب واد زي ده عشان ينقلك الاخبار؟ يبقى تمشي يا منصوره، عشان امي الله يرحمها ماتت، وحتى لما كانت عايشه بطلت تديني اوامر وتقول لي ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. انا باكل من عندك من مال حرام؟ بس بقى يا وليه انا مش ناقصاكي. ما باتش فيها على جثتي يا نعيم. بس يا اختي اقعدي واهدي كده. دي الفلوس اللي انا دفعتها للزفت نور عشان الوصولات، وبعد كده خلاص كله من عرقي وشقاي. ولو يا نعيم انت بقيتي نعيمة تانية انا معرفهاش. عندك حق يا ام كمال، بس انا لو جرالي حاجه، لو اتقبض عليا ولا موت، ما امنش لغيرك على ولادي. ده انت عشرة عمري يا اختي. انا كمان ماليش غيرك بعد ربنا يا نعيمة. ليه كده بس يا رب؟ تتوضي من ميه زمزم يا اختي ان شاء الله. يا رب يا اختي. الا انت ناويه تعملي يا نعيمه بجد في المشروع ده؟ يا اختي الناس كلها بتسال بعد ما خليناهم يقعدوا نور، والبوتاجازات اللي جت دي يا اختي، والناس اللي عشمت نفسها بالشغلانه. هنعمل ايه يا نعيمه؟ والله ما انا عارفه. سيبوني يا اختي في اللي انا فيه، انا مش ناقصه.
يا ابني سيبني اعمل لك انا الاكل. ومن مراتك ازاي؟ ده انا بنت نعيمه، يعني المطبخ كله. على فكره بقى انا بطبخ احسن منك ومن امك يا بنتي. انا قضيت 3/4 حياتي لوحدي. النعيمه قال. فكرك نعيمه عامله ايه دلوقتي؟ ما بلاش السيره دي يا كرم. انت للدرجه دي بايعه الليله كلها كده؟ مش حاسه بالذنب خالص؟ لا مش حاسه بالذنب. المفروض هي اللي تحس بالذنب مش انا. خليها تفوق شويه من الوهم اللي هي عايشه فيه. خليها تعرف ان هي مش ماسكه مفاتيح الكون بايديها. هي امي ما تشغل بالطريقه دي. خليها لما تصحى ما تلاقينيش تفوق تتغير زي ما صحيت زمان كده لقيت امك طفشانه مع ابويا. تخيل لو امك وابويا عرفوا ان احنا اتجوزنا يا كرم. ولا كانوا لسه عايشين اصلا. العك. ايه ده؟ مين جاي لنا؟ مش عارف. طب بص الاول، لو ماما او هنا اوعى تفتح له. انا قلت لازم اجي اعمل الواجب. اتفضل اتفضل. يا ام منى، انتوا يا بتوع طبليه ام منى، الطبليه انكسرت على نافوخكم ولا ايه؟ والله العظيم لو ما ادلوا عليه ميه مجاري. ما تتهدي يا بت، احنا ناقصين. ولا سندك ولا ظهرك، ها؟ وانا اللي هحميكي. اطلعي اطلعي يا ام منى، اطلعي ما تخافيش. اطلعي يا حبيبتي اطلعي. اطلعي. انت فين يا ام منى؟ انت رايحه فين؟ انتوا فين يا بتوع الدي جي؟ راح اديله حق. مش كسبان. فين يا بتوع الترابيزات؟ استني يا نعيم. وانا ظهرك وانا اللي هحميكي، ولا اتهديتي خلاص؟ ايه يا ام منى؟ فين الترابيزات والدي جي؟ فين البوتاجازات اللي كنت شاريها الحته كلها؟ فين الناس اللي كنت لماهم حواليكي؟ انا مش شايف حد. أمرني يا حاج. فين الاكل اللي منصوره كانت طالباه منك؟ عينيا الاتنين. أول لما عبد الله يجي هخليه يروح يجيب الطلبات وهطبخ لك بإيديا وأطلعه لك لحد باب البيت. شفت يا ولاد؟ المال الحرام ما بينفعش. وأول ما حرق قلبك. مش ده راجلك؟ أول واحد عضك، وعضك فين؟ في أغلى حاجة عندي.